السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنفرز الكفتة والحواوشي. الكفتة والحواوشي تتبيلتهم يعتبر شبه بعض، تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين كده. بيكنج باودر عشان اللحمة ما تخسش، فلفل اسمر، كمون، ملح، شطة، ماشي، بابريكا، التوابل كلها، توم البودرة، البصل البودرة، كل حاجة من الحاجات دي مش هتخسر، بتزود من الطعم وتخليه حلو. اهو كده انتوا ماشيين اهو معايا واحدة واحدة اهو. للبنات المبتدئه، الناس اللي بتعرف على راسي انا، عشان ما حدش يقول انت بتعلمينا ومش بتعلمينا. نيجي بقى، دي خلطه الحواوشي بتجيبيها من عند العطار، ودي خلطه الكفته بتجيبيها برضو من عند العطار. حلو قوي. طبعا المقادير الاتنين قد بعض، بس دي بتفرق في ايه؟ الكفته بتفرق في ان البصل بيتصفى، ما بتحطيش البصل بميته، ودي بتحطي البصل بميته. واللهم صل على النبي، في تركايه كده بحطها علشان العيش ما ينشفش منك، تمام؟ هتشوفوا انا هعمل ايه. احنا قلنا ده الحواوشي، ادي خلطه الحواوشي. نحط كيسين اهو. هنيجي بقى لمرحله البصل بعد ما نحط الحاجه بتاعتنا كلها. نيجي للكفته. مفيش اسهل من كده، ولا في احسن من كده، ولا تحس ان الحاجه بقت ازمه ولا الكلام ده. انا بحب ان انا اظبط الدنيا علشان لما اجي ابدا شغل يبقى حاجتي كلها جنبي. بصوا، البصل والفلفل، تمام، وشويه الخضره للكفته. الخضره دي للكفته مش للحواوشي، تمام؟ احنا كده حطينا الكفته وحطينا الحواوشي. هنركن دول بقى على جنب علشان نجيب الكبه ونشتغل على الكبه ونفرم الحاجات دي مع بعضها. خليكم معايا. هنفرم البصل بتاع الكفته الاول، تمام؟ لكل حاجه انا عامله 3 بصلات اهو. هنفرم البصل. نعمل الايه، الحواوشي الاول، تمام؟ عشان الخضره ما تبانش في الحواوشي. هنعمل ايه الحاجه بتاعت الحواوشي الاول اهو. كده ادي ال3 بصلات اهو، 3 بصلات. ونجي نفرم بقى، الكبه تشتغل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين فرمنا البصل بتاع الحواوشي، ما بيتصفاش، بتاع الكفته اللي بيتصفى. ليه يا ام ندى؟ علشان خاطر الكفته لما تيجي تحطيها على السيخ او على عيدان الشيش طاووق ما تسيبش منك. تحطي، تمام كده، وتضربي تاني، ونحط فصين توم، تمام كده اهو. بصوا، ثواني هجيب التوم وارجع لكم. التوم اهو يا جماعه، واضرب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اهم حاجه تصلي على النبي. تصوير. سمعتوني وانا بصوت باللويندي؟ التصوير عندي فيه مشكله. لو حد عنده رينج لايت سلف والله هبقى شاكره افضاله. اعمل ايه؟ هتبداوا بقى تقلبوا الحاجات اللي انتوا حطوها على بعض دي علشان هتفرموا اللحمه مع الحاجات. على فكره انا طبيعيه جدا وما بتصنعش. كان ممكن اقطع الحته دي، بس هشوفها عشان ممكن اكون ظهرت ولا حاجه تبقى مشكله. الناس تقول ايه، مش عايزين نتابعها الست الوحشه دي. تمام، زي ما انتم شايفين اهو. بتقلبي كل المقادير
اهم حاجه تخش في اللحمه، هي اللحمه بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على رسول الله، حلوه قوي اهي، وخدت التتبيله اهي زي ما انتم شايفين كده. هبدا بقى احطها في الكبه حته حته اهو عشان تبقى مع البصل حته حته كده، وابدا بقى ايه اشغل الكبه. بسم الله. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. كل ما تحط كميه اللحمه كل ما البصل بيتفرم معاكي اكتر اهو. وتبداي تنزلي بايديكي كده. انا ايدي نظيفه يا جماعه، محدش يقرف مني ويقول لي الست دي مش لابسه جلافزات ليه. احبش انا المصطلحات الغريبه اللي بقت تخش علينا دي. مالها ايدين؟ تربينا بين ايدين امنا والله. اهو يا جماعه، كل ما هتحطي كميه اللحمه هتبقى معاكي حلوه، والبصل هيتفرم معاكي وهتبقى حلوه اهو. في ناس بتحط للحواوشي بصل كتير ماشي، بس انا بحب اللحمه تبقى ايه زهره وحلوه كده. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، حلوه قوي. صلوا على النبي يا جماعه في التعليقات واذكروا الله، وما تنسوش الكلمه الحلوه لام ندى. الصفحه عماله بتقع، انا مش عايزه اقع يا جماعه، خليكم جنبي بالله عليكم. تمام اهو ما شاء الله. هنبدا بقى نشيل السكينه ونفضي المحتويات دي عشان اوريكم انا بحط ايه، عشان يدي لرغيف الحواوشي طراوه وحلاوه وما يبقاش ناشف منك وما يقلحفش كده. الحته دي بقى التركه دي بتاعت ام ندى، ادعوا لام ندى عليها، هتشوفوا دلوقتي اهو ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين يا جماعه الجمال؟ حلوه قوي قوي قوي. هجيب معلقه سمنه وهنحطها على عجينه الحواوشي. ليه؟ علشان لما تيجي تحط اللحمه في الرغيف السمنه دي عشان انا مش حاطه دهون في اللحمه، تمام؟ بتدي مفعول الدهون وبتخلي الرغيف طري. خليكم معايا. بصوا يا جماعه اهي، هي عباره عن كبشه سمنه صغيره، دي بتأدي الواجب وبتخلي الحواوشي تحطيه في الرغيف، تحطيه بقى على فحم، تحطيه في الفرن بتاع البوتاجاز، تحطيه في اي حته بيبقى معاكي حلو قوي اهو. كده الحواوشي خلص، لحمه الحواوشي تمام قوي. ولا نشتري حاجه مشكوك فيها من بره ولا الكلام ده كله، لا، حاجات في بيتك، مش هتجيبي حاجه من بره الا اللحم، كل حاجه موجوده في بيتك اهو. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله اهو اهو، ومتماسك وحلو اهو. شايفين؟ ادعوا لام ندى. هرجع لكم تاني وانا بعمل الكفته. ورجعت لكم تاني بقى نعمل الايه الكفته. خدنا وقت؟ ما خدناش وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. انت جهزي كل حاجه جنب منك وانت هتنجزي في المنجز، يعني مش هتاخدي وقت ولا اي حاجه. انا بحب ان انا والله يا جماعه من زمان يعني احب الحاجه واجيبها واتبلها والكلام ده واحطها في الفريزر ايام ما كان العز وز يعني. اما في دلوقتي بجيبها واتبلها مثلا من بالليل. كنت الاول احب ان انا افرز الحاجات دي والله بامانه، كانت بتبقى حلوه قوي، بتطلع من التلاجة شبعانه شبعانه من التوابل بتاعتها. تمام اهو يا جماعه. اهم حاجه تذكروا الله وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طبعا هنفرم الخلطه بتاعت الكفته. دلوقتي الكفته يا جماعه ما بيتحطلهاش فلفل كتير، لو
عندك فلفل احمر اوكي ماشي، لكن الفلفل الاخضر ما تحطش كتير، لانك انت هتحط عود قدره عشان ما يغمقهاش. دي كانت غلطت فيها في مره وغمقتها مني سيكه يعني. تمام. فرمنا البصل اهو، هنجيبه بقى ونطلعه ونحطه يتصفى. لازم بتاعه الكفته البصل بتاعها يتصفى يا جماعه من الميه، تحطهاش بميتها علشان تعرفي تصبعيها وتعرفي تخليها متماسكه كده ما تفكش منك اهي. خصوصا ان انت لما تحطها في الفريزر البصل بيمص ميته اكتر اهو. بصوا بننزل الميه بتاعته خالص خالص، مفيش اسهل من كده ولا احلى من كده. مع ام ندى كل شيء سهل، سهلوها ما تصعبهاش، ربنا يسهلها علينا دنيا واخره. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اهو شايفين يا جماعه اهو اهو ميه البصل اهو نزلت اهيت خلاص. هبدا بقى ايه احط البصل تاني في قلب الكبه عشان ابدا اشتغل الخلطه بتاع الكبه، الخلطه بتاع الكفته. يا دي على الكبه اللي واخده عقل اهو. نفضل البصل تاني. مع خالتكم ندى بتحبش ترمي حاجه، لازم احلف الحاجه كده. تمام. ابدا بقى احط الكفته ايوه الخضره معلش انا والله العظيم مش عارفه مالي النهارده. 3 فصوص توم. تمام. الفلفل الاخضر بحط قرن واحد، قرن فلفل اخضر طبعا اهو. ادي شفتوا الفلفل قد ايه، مش كتير. لو فلفل احمر حطوا ما تشيليش اهم حاجه، لكن الفلفل الاخضر مع الخضره الكتير والكلام ده بيغمق الكفته، بيخليهاش حلوه كده. خليكم معايا واستحملوا الوش. اركن بقى الكبه على جنب واعمل في الكفته زي ما عملت في الحواوشي. اعمل التتبيله دي الاول في قلب اللحمه الف بقى الحاجه كده عشان لما ابدا احطها تنضرب كلها مع بعضها وتبقى شبعانه من التوابل بتاعتها. معلقه البيكنج باودر علشان خاطر العجينه ما تكشش، سواء في صباع الكفته او في رغيف الحواوشي. انا بعمل كده ليه بقى؟ يعني مسافره جايه مستعجله حاجه بتطلعي وبتعملي على طول لاولادك، ما تاخديش وقت على ما تغيري هدومك. لو انت موظفه ولا حاجه على ما تغيري هدومك، على ما تعملي اي حاجه تطلعي وتعملي على طول اهو. مفيش اي حاجه ولا خدنا وقت ولا اي حاجه اهو يا جماعه. ابدا بقى ايه احط ايه اللحمه حته حته اهو علشان الكبه. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، الريحه انا شمها حلو قوي. احط شويه كمان وعلى الفريزر على طول تعبي علبك او تعبي اكياسك وتحط في الفريزر، تبقى الحاجه جاهزه. بالله عليكم يا جماعه شجعوا ام ندى، لان ام ندى بتتعب بجد. المطبخ عندي ولعه ساونا. اهوت احط باقي الكفته. ربنا يستر على الكبه، مش عارفه حاسه انها تبقى ايه تقيله عليها. ممكن اقول عشان ما تبوظليش حاجه، لان الكبه عندي سخنت. اما تيجي تعملي تطلعي الكفته من الفريزر ممكن تديها فرمه، هتكون الكبه معاكي سهله على طول اهو. ما تجازفيش بحاجه، انا عندي ما بحبش ان انا اجازف بحاجه اهو. في
مفيش اسهل من كده. هرجع بقى كل ده تاني كده اهوت. شايفين اللحمه بتاعت الكفته والله يا جماعه متماسكه جدا، حلوه قوي قوي. اللي انضربت بصوا اللي انضربت عامله ازاي اهو. ثواني كده هوريكم عشان تتاكدوا انها متماسكه وحلوه قوي ومش محتاجه اي حاجه اهي. بصوا ما شاء الله اهي اهي. عايزاها متماسكه اكتر من كده، لا دهون ولا غير دهون اهي. مالها كده؟ زعلت كده؟ قالت لا انا وحشه كده؟ جميله حلوه. هتبداي اهو تقلبيها مع بعض. الحته اللي ما انضربتش دي في الاخر لما تيجي تطلعيها روح مديها ايه فرمه في الايه في الكبه، هتبقى معاكي حلوه قوي. تمام اهو يا جماعه. وخلصنا الكفته والحواوشي ولا خدوا مننا وقت. وعلى الفريزر عيني حاجتك وظبطي حاجتك تبقى حاجتك جاهزه. جالك ضيف لو في نص الليل هتقدري تقومي بالواجب معاه. يعني انا بتكلم عن نفسي، انا ماليش دعوه بحد. تمام اهو يا جماعه اهي. بصوا التماسك بتاع الكفته عامل ازاي. نشوف بقى العجينتين الاتنين هما مع بعض اهوت. لا رمينا حاجه ولا هدرنا حاجه ولا اشترينا حاجه من بره مشكوك في امرها ولا حاجه مش معموله ازاي. شايفين خلطه الحواوشي بتلمع ازاي وشايفين الكفته عامله ازاي. هو ده الفرق. هنبدا بقى نعبيهم زي ما انتوا هتشوفوا كده ماشي في العلب اهو. هبدا اعبي الايه الكفته الاول علشان ايدي ما تتعصي دهون اهو يا جماعه. وتفرزي حاجتك وتحطيها في الفريزر وما تشيليش هم حاجه. جالك ضيف انت ست الستات وسيب من يوم بالواجب اهو. بصوا عايزه تحطيها في كيس بتبططيها برضه تفرديها كده اهي يا جماعه اهو. اهي دي الكفته ما شاء الله ولا قوه الا بالله، جميله والريحه حلوه قوي. ابدا بقى ايه اهو احط باقي الكفته اهو. بفرد اهو يا جماعه. ولا حاجه اترمت ولا هدرتي ولا تعبتي ولا اي حاجه. انا كنت قبل ما اجيب الكبه انتوا كنتوا بتشوفوني كنت بضرب الكفته، بعمل الكفته بالمخرطه. انا مفيش حاجه تقف قدامي طالما في دماغي الحاجه وعايزه اعملها وهتنفع بعملها على طول اهو. وحش كده عسل خالص اهو. هنيجي بقى للحواوشي هعبيه زي ما انتوا هتشوفوا كده اهو يا جماعه. شايفين العجينه بتاعت الحواوشي عامله ازاي سايبه من بعضها ازاي. هو الحواوشي يعني بتلمع كده اهي. معلقه السمنه دي بقى بتودي الرغيف في حته حلوه قوي قوي قوي. على رأي اسمه ايه ده وجون 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 وجون. مين يشجع؟ انا عندي عيلتي كلها بتحب الكوره. انا بقى ما اقولكوش بقعد اتخانق معاهم اهو. خلصنا حاجتنا وعنا حاجتنا وظبطنا